السلام عليكم البنات، كي راكم دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير صحيحه؟ نتمنىكم على خير وبخير ونلقاكم هذا الفيديو بتمام الصحه والعافيه نتوما والعائله ومعز عليكم. اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نوجد معكم واحد الطريقه ديال القرنبيط، يعني ديال الشيفلور، بطريقه سهله وزوينه. تقدميها هكا مع الوجبات ديالك. مهم راه سهله وبسيطه، ومهم كاين بزاف اللي كيديروا في الطاجين وكل واحد شنو كيديروا. انا بهذه الطريقه هذا جبت لكم يعني طريقه سهله وبسيطه وزوينه توجدوا هكا في المائده ديالكم، كيجي بطريقه تكنيك زوينه. مهم دابا نبداو على بركه الله. المهم حنا بغينا نغيروا شويه ونبدلوا الشكل من الشيفرول، ماشي غير نطيبوه في المرقه ولا في الطاجين، ولا انا حاولت ندير معكم طريقه اخرى اللي زوينه وبسيطه. المهم كيف ما كتشوفوا خديت واحد جوج ديال الريسان ديال الشيفلور اللي غادي نقيهم مزيان، وغادي نحاول يعني نحيد لهم كاع هذاك يعني الحاجه اللي ما مزياناش. راكم عارفين ملي يتحط هكا عند الخضاره ولا كيبقى يتقاس بالصندوق وكيخلي داك لي طراس ديال الكحوليه. المهم انا غادي نحاول نقيها كامله بهكا بواحد السكين حتى نقيها كامله ونحيد كاع داك الحوايج اللي فيه ما مزيانش. ومن بعد غادي نوضعو في الماء اللي يكون فيه شويه ديال الخل وشويه ديال الملحه، وغادي نغسلو مزيان. غير ملي كنخليو هاد الزهره ديال القرنبيط ديال الشيفرون في الماء كيخرج منها كاع داك الحشرات اللي كتكون صغيره، راها كيكون في واحد الحشرات راهم صغارين ما كيبانوش البنات، ولكن راهم يعني ضروري كنحاولوا يعني نغسلوه مزيان وكنقضيو على داك الحشرات بداك الملحه وبداك الخل. المهم حاولوا ديروا له الطريقه هذه. المهم انا غادي نستمر حتى غادي نسالي كامل داك التنقيه ديالو. بالنسبه يعني كنحاول ناخذ واحد البلاستيك هكا غذائي وكنحاول نقي فيها ونجمع كاع داك لابوبيل اعزكم الله، باش نحاولوا حتى المطبخ ديالنا كنخليوه نقي. ملي كنبقاو نقيو هكا ما كيبقاش يتكرفص لينا كاع المطبخ، وكنحاولوا نجمعوا كاع داك القمامه في واحد البلاستيكه ونرميوها في لابوبيل اعزكم الله. المهم انا غادي نستمر حتى غادي نسالي هذا الراس كامل. وها نتوما معايا البنات عافاكم الله يخليكم. خليونا تعليق، شنو كتخسروا الا خليتوا لنا شي يعني لايك وشي كومونتير زوين، راه غير باش كتكبروا هكا القناه وكتوصل بزاف ديال الاخوات والاخوان. هادشي اللي كان يعني راه ما غادي نتخلصوا عليها، ما كنشدوا على شي حاجه، بالعكس حنا غير كنبارطاجيو معكم ونشاركوا معكم داكشي اللي خصنا يعني نوريه لكم باش كل واحد كيستافد. كنتمنى يا رب العالمين يعجبكم الطريقه ديال التحضير ديال الفيديوهات ديالي كامله، وهذا المحتوى الله يحفظكم. الى عجبكم حاولوا تخليوا لي شي كومنتير زوين. ومرحبا بالاخوات والاخوان اللي انضموا للقناه، مرحبا بكم الف مرحبا. شكرا لكم على تعليقاتكم، شكرا لكم على دعمكم، وشكرا لكم على اللايك ديالكم. شكرا لكم بزاف، لا يخطيكم عليا، الله يحفظكم ويسهل امركم. المهم بالنسبه هذا الرويس التالي راه كنقيوه حتى هو مع داك الجنيبات كيف ما كتشوفوا، يعني كنحاول نحيدو هكا، راه غزال البنات وطري. مهم راه زوين هكا تغزوه هكا ولا يعني تقطعيه هكا في الشلاضه، راه غزال حتى هو صراحه كيكون حلو زوين. المهم انا ما كنرميش، انا دي نحاول ناخذ يعني الطرف الثاني كنحاول نقيه حتى هو، يعني كنحيد هذا غير داك الجدر، راه صح صحي ورائع للجسم ديالنا، يعني بزاف ديال الحوايج كنرميوهم وهي اللي زوينه. المهم كيف ما كتشوفوا من بعد ما ساليت يعني داك جوج ديال الريصال، دابا غادي ندوزو نغسلو مزيان هاد يعني هاد الورقه يعني تاع الشيفلور او لا كما كيقولوا لهم القرنبيط، كل واحد شنو كيقول له. المهم انا غادي نرقدو في شويه ديال الخل وشويه ديال الماء وشويه ديال الملحه، واللي ما عندوش الخل البنات عصري عليه غير واحد الليمونه. مهم دابا غادي ناخدو في واحد كاسرونه ولا مقله، وغادي نديرو مع الماء وشويه د الملحه ونخليه حتى غادي يطيب مزيان. المهم هانتوما كتشوفوا في الصوره راه الفيديو واضح، راه كيشرح راسو. المهم انا ها هو غادي نخليه بعد ما غادي يطيب واحد 20 دقيقه حتى 30 دقيقه، من بعد غادي نصفيه. دابا غادي نصايب معكم الشرموله ديالو. المهم ها هو فين درتو طاب، شتو البنات؟ ها انتما هبط، راه حتى الجدر ديالو راه طايب، يعني خصو يطيب كومبلي. بالنسبه للشرموله عندنا شويه د الكمون، واحد المعلقه د الكمون صغيره،
واحد المعلقه ديال تحميره اولا بابريكا، واحد المعلقه صغيره ديال ابزار، واحد المعلقه صغيره ديال الكمون، واحد المعلقه صغيره ديال الخرقوم، وشويه ديال الابزار، شويه زيت المائده وزيت الزيتون، واحد شويه ديال الملحه. انا غادي ندير شويه ديال الصلصه ديال اولالا، وغادي ندير واحد الحبه ديال البيضه. غادي نخلط المكونين ومن بعد بالنسبه للملحه ما غاديش نضيفه بزاف، حيت اصلا راحنا رقدنا فيه في الاول باش غسلناه، وحاولت يعني منين سلقته راني ضفت له شويه الملحه، يعني الملحه غادي نضيف غير واحد شويه بيديه. المهم دابا غادي نحاول نميلونجي يعني مزيان هذوك، يعني هكا القوام. بغيتو تضيفوا البنات مع هذا القوام شويه ديال القزبر ومعدنوس ضيفوه، المهم كيبقى اختيار ديالكم. دابا انا غادي نخلط هاد المكونين كاملين هكا، وغادي نبقى نضيف فيه هكا شويه ديال يعني ديال الاولالا، وغادي نميلونجيه مزيان ونخلط كامل. بالنسبه كيف ما شفتوا هانتوما كتشوفوا اني غادي نضيف غير شويه ثمن هكا واحد جوج معالق، ورشتو يعني قلت لكم ضفت شويه ديال الملحه. مهم هانتوما كنخلط كامل هذاك العناصر. وبالنسبه للبنات كان عندكم يعني منين غادي نخلط هنا داك القرنبيط داك الشيفلور، منين غادي نخلطو هنايا راني دايره في واحد المقيله زيت المائده كتسخن مزيان. انا غادي ندوزو هنا في هاد الخلطه هادي، ومن بعد غادي ندوزو هكا في شويه ديال الدقاقه ولا لا شابلوغ البنات، يعني ضروري ديروه في الدقاقه ديال القمح ولا في لا شابلوغ. المهم انا ما عنديش لا شابلوغ، دابا غادي نديروه غير في الدقاقه هانتوما كتشوفوا. وبالنسبه المقيله راه كتسخن مزيان، انا كندير له هاد الطريقه هادي، راه كيجي غزاله البنات، وصراحه كيعطي واحد اللذه واحد البنه واعره. مهم نتمنى تجربوا له هاد الطريقه هادي. صراحه بغيت نبارطاجيها معكم باش كل واحد يعني يحاول يبدل شويه هكا يعني من القرنبيط ديال الشيفلور، يعني كيبقى غير هكا في الثلاجه محطوط. علاش لا ما نحاولوش ندخلوه هكا يعني هكا كسلطه، يعني هكا على المائده، يعني مع شي وجبه. المهم راه زوين. المهم انا غادي ندير له هاد الطريقه كامل حتى غادي نساليه. المهم دابا كيف ما كتشوفوا خديت داك الدقاقه ديال القمح دوزتها فيه، ودابا مباشره بعد ما سخنت داك المقيله ديال الزيت غادي نحاول نقليه. خليها البنات المقله تسخن مزيان، وداك الساعتي عاد وضعوه باش كي تغطعوه خليوه حتى كيتحمر مزيان. المهم عاد نوليو نقلبوه على الجهه الاخرى. المهم كنحمروا كاع الاطراف. شفتوا كيفاش كيجي واحد البنه واعره البنات. المهم انا غادي نستمر حتى غادي نسالي. وهانتوما البنات من بعد ما ساليت هانتوما شفتوا كيفاش جا، ويا البنات شحال فن. غير جربوه راه غادي يطلع واعر. المهم انا من بعد ما كملته كامله حاولت ندردر عليه شويه ديال القزبر هكا طري، ودابا كنقدموه هكا صراحه زوين. المهم ما شاء الله هانتوما شوفوا كيفاش جا البنات واعر. وكنقدموا لكم بالصحه والراحه. كنتمنى يعجبكم هذا الطبق الشهي، توجدوه هكا مع اي طبق نتاع الدجاج ولا يعني كشلاضه هكا ولا واعره البنات. شكرا لكم على تعليقاتكم، شكرا لكم على دعمكم. الى هنا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم.